السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقية طلبة وطالبات في الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات درس حريتي مسؤولية كتاب الأضواء لغة عربية الصف الخامس ترم تاني من صفحة 167 ل 170. يا ريت يا أبطال ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات، ونقول بسم الله. السؤال لو صح وخطأ: بيجتمع أفراد الأسرة يوم الجمعة، هتقول له إجابة خاطئة. هشام حسين زجاج إحدى السيارات بدون قصد، هتقول له صح. كل إنسان مسؤول عن أقواله وأفعاله تجاه أي فرد في المجتمع، صح. الخطأ الغير مقصود ركن من أركان مسؤوليتك تجاه غيرك، هتقول له صح. اختر المعنى الصحيح: بيحرص محمد على إنجاز الواجبات المدرسية، إنجاز بمعنى إنهاء. حققت مصر إنجازات عظيمة، إنجازات بمعنى ما يتم تحقيقه بنجاح. التزم السائق بالضوابط في أثناء السير، الضوابط يعني القواعد. شرب العطشان الماء في عجالة، عجالة بمعنى سرعة. أنت حر ما لم تضر، حر بمعنى طليق. هشم الولد مصباح الغرفة، هشم بمعنى حطم وكسر. أكمل ما يأتي: عرض حسين على أفراد أسرته موقفا رآه على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي. أخبر الأب ابنه أن الحرية مسؤولية. من كسر شيئا لأحد بدون قصد فعليه أن يصلحه. أدرك الولد أنه كلما زادت الحرية زادت المسؤولية. بيقول لك هنا: وضح الموقف اللي رآه الابن على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي. هتقول له: رأى حسين طفل بيلعب بالكرة في أثناء لعب الكرة. هشم زجاج إحدى السيارات فتضايق صاحبها كثيرا، فذهب إليه الطفل معتذرا ووعده بأن يصلحه. تحدث العم خالد مع الابن عن ضوابط المسؤولية، وضحها. تقول له: أوضح أن تكون مسؤولية عن الأفعال والممارسات اللي يمكن أن تضر بالآخرين والأفعال الغير مقصودة. ما الذي نص عليه القانون الفرنسي بشأن من يقوم بشيء يوقع ضررا بالغير؟ هتقول له: يلزم الغير بيقول لك هنا، هتقول له ان هو يوقع اللي بيوقع ضرر ده يا شباب لابد من التعويض اهو، لابد من احداث المخطئ بتعويض من وقع عليه الضرر. لماذا وضعت القوانين؟ هتقول له: للحفاظ على الوحدة والنظام الاجتماعي. حلنا صفحة 167، ننتقل لصفحة 168. بيقولك هنا: وكان هذا الأسبوع هو دوري في عرض فكرة للنقاش، ولكن في هذه المرة لم تكن فكرة لكنها كانت موقفا رأيته على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي. رأيت طفلا في أثناء لعبه بالكرة وقد هشمت بضلع قصد زجاج إحدى السيارات فتضايق صاحبها كثيرا، فذهب إليه الطفل معتذرا ووعده إياه أن يصلحه. وبالفعل اتصل الطفل بوالده وذهبوا لإصلاح الزجاج. وكان سؤالي هنا: لماذا يا أبي يصلح من ماله الخاص؟ فهو لم يكن مقصودا، لم يكن يقصد. مرادف هشام حطمة، مضاد يصلح عكسها يفسد، جمع فكر وأفكار طبعا. طيب بيقول لك هنا: عرض صاحب القصة موقفا رآه على إحدى الصفحات، هتقول له التواصل الاجتماعي. هشم الطفل زجاج إحدى السيارات بدون قصد. ما رأيك في تصرف الطفل بعد الخطأ اللي ارتكبه؟ تقول له تصرف صحيح، لأن الإنسان إذا أخطأ فعليه أن يعتذر ويصلح ما أفسده. ماذا تقول لصديقك الذي كسر مصباحا بشارعه وانصرف قائلا لم أقصد؟ تقول له: أنصحه بالاعتذار عن خطئه وإصلاح ما أفسده. صوب ما تحت خط في الجملتين: فرح المعلم بالمتفوق، تقول له: فرح المعلم بالمتفوق. الناس مجروعة مجري الكسرة. أثنى المدير على العاملون، هتقول له: لا، على العاملين، لأن على حرف جر واللي بيجي ورا حرف الجر بيكون اسم مجرور على مجري إيه؟ يا إما الكسر لو كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، يا إما مكسور بالياء إذا كان جمع مذكر سالم أو مثنى. طيب هنا معنى الحياء بمعنى الخجل، مضاد يخير عكسها يلزم، جمع ركن أركان. أدرك الابن أن كلما زادت الحرية زادت المسؤولية. يعتبر الخطأ الغير مقصود ركن من أركان مسؤوليتك تجاه غيرك. ما الذي ينص عليه القانون الفرنسي بشأن الحرية؟ هتقول له: بينص على أن أي فعل بيوقع ضرر بالغير من أحداث خطأ بتعويض من وقع عليه الضرر. لماذا شعر الابن بالخجل بعد انتهاء كلام الأب؟ تقول له: لأنه كان أحيانا بيجعل صوت المذياع بيجعل صوت المذياع ويرى أنه من يقود سيارته حر طليق، يعني براحته يعني. استخرج من الفقرة الجذر اللغوي ليه سائل ويسأل ومسؤول وأسئلة، تقول له: سأل. احنا صفحة 168. معنى حر هنا يا حبايبي بمعنى طليق، مضاد صحيح عكسها خاطئ، جمع حق حقوق. لم يستطيع الأصدقاء أن يلعبوا في النادي ليه؟ هتقول له: لوجود بعض الإصلاحات به. اقترح إسماعيل أن يلعبوا أمام بيته. لماذا واجه المرة صعوبة في السير؟ هتقول له: لأن الأصدقاء كانوا بيلعبون في الشارع.
بما نصح الشاب الأصدقاء، تقول له نصحهم بأن يؤدوا حق الطريق ويلعبوا في الحديقة المجاورة. الشجعان يقتحمون المخاطر. علامة رفع الشجعان هنا دي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، هتقول له هنا الضمة. علامة رفعها الشجعان يقتحمون المخاطر. لا دي الضمة لأن الشجعان دي جمع ايه؟ جمع تكسير. خلاص. طيب هنا يا بطل، لان هنا حتى بيقول لك هنا يقتحمون. انت عارف لو دي كانت مثنى كانت هتقول لك الشجاعان كانت تبقى في هنا الف بعد الجيم، وهتقول لك يقتحمان، انما دي يقتحمون يبقى دي جمع تكسير. ويقتحمون هنا جمع مذكر سالم. طيب بيقول لك هنا مرادف شعرته يعني شعرت يعني احست، مضاد رفضت عكسها قبلت ووافقت، جمع مسؤوليات. صح وخطأ. كانت مريم بترسم بعض الأشكال على الورقة، تقول له خطأ. شعرت فريدة بالسعادة والسرور عندما أكملت مريم الرسمة، تقول له خطأ. ماذا طلب المعلم من مريم؟ طلب منها ايه؟ هتقول له طلب منها أن تتفوق أو تتوقف عن الرسم. أنت حر ما لم تضر، ده دليل على ذلك. دليل على ذلك من القطعة، تقول له حيث أوضح المعلم لمريم أنت حرة فيما تفعلين، ولكن اعلمي أنك مسؤولة عن أفعالك وأنك ستحاسبين عليها، ولذلك ستصبح هذه الطاولة المليئة بالأشكال خاصة بك، وأما الطاولة النظيفة خاصة بفريدة. هي تقول الصدق، هتقول له يجعل الضمير للغاية، هتقول له أنت تقولين الصدق. والسؤال ده يا حبيبي إجابته في القطعة أهو. بص السؤال أنت حرة فيما تفعلين، ولكن اعلم أنك مسؤولة عن أفعالك وأنك ستحاسبين عليها. طب أهي دي إجابة السؤال رقم كام؟ رقم د أهي. اللي مش عايز يكتب يا شباب عشان إجابة طويلة هنا أهي، دي إجابة السؤال ده رقم د اهي. احنا صفحة 169، ننتقل لصفحة 170. طيب معنى إتمام بمعنى إنجاز. مضاد ينفع عكسها يضر. كان الولد بيذاكر دروسه الاستعدادا للامتحان، صح. رفض الجار الاعتذار للأب، هتقول له خطأ. كيف نجح الأب في إقناع جاره؟ هتقول له أوضح له أنه حر فيما فعله وفي فعل ما يريد، ولكن بشرط ألا يضر الآخرين. تاني يبقى كيف نجح الأب في إقناع جاره؟ أوضح له أنه حر في فعل ما يريد، ولكن بشرط ألا يضر الآخرين. معنى ضوابط هنا حبايبي بمعنى قواعد. مفرد أصوات صوت. صح وخطأ. كانت أصوات الأولاد مرتفعة وهم يلعبون الكرة، هتقول له صح. أخبر حسين الأولاد أن أمه مريضة وتحتاج إلى الراحة، هتقول له خطأ. ماذا فعل الوالد عندما عرف أنه مخطئ؟ هتقول له اعتذر لحسين عما بدر منه. اعتذر لحسين عما بدر منه. كده حبايبي احنا حلنا مع بعض تدريبات درس حريتي مسؤولية. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت يا ابطال ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من حل التدريبات والواجبات وحل الكتب المدرسية والكتب الخارجية والتقييمات الأسبوعية. بالتوفيق والنجاح يا رب. مع السلامة حبايبي.